السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. معاكم مطبخ فلفلة. النهارده ان شاء الله هنعمل البيتي فور الناعم الخفيف زي ما انتم شايفين، الفاخر التحفة. بعد ما عملنا بنجاح الكحك الدايب وعملنا البسكوت الخفيف الهش، عملنا النهارده البيتي فور. شايفين الجمال والحلاوة. هوريكم طريقة التخزين بتاعته. شوفوا، بجيب علبه او صينيه حسب اللي عندكم واحط فيه كيسه وبرص اول صفه زي ما انتم شايفين، وارجع افتح كيسه ثانيه. لازم بين كل طبقه وطبقه عشان الشوكولاته عندي ما تغطيش اي حاجه او تلبس اي حاجه فيها. دي طبقه ثانيه اهي، وابتدي ارص في الطبقه الثانيه كميه ثانيه زي ما انتم شايفين كده. شوفوا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بتني النص التاني بتاع الكيسه وهكذا لحد ما اخلص الكميه كلها واقفل كده. استحاله اي شوكولاته او اي حاجه تطبع على الواحده التانيه من البيتي فور. وبعد كده بقفل العلبه. لو على الطلاف في الثلاجه في الحر تنها شهر واتنين زي ما هي. لو عايزين نسيبها 5-6 شهور في الفريزر وتطلعوها قبلها ب 10 دقايق وتاكلوها تحفه. اتفضلوا معانا. هنروح مع بعض دلوقتي للمقادير والطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي اول مكون عندي في البيتي فور الدقيق. عندي 4 مجات دقيق مساح. كل المكونات عندي يا جماعه بنفس الكوبايه او نفس المج اللي هنشتغل بيه، بس مساح محدش يزود. رشه ملح خفيفه. يبقى ايه؟ 4 مجات. عندي 4 مجات دقيق بنفس المج. مجين 2 زبده، يا اما زبده بلدي يا اما فرن، بيبقى تحفه في البيتي فور. يبقى تاني 4 دقيق 2 زبده 1 سكر ناعم بودر زي ما انتم شايفين. وعندي هنا هاخد نص كيس فانيليا خام، وعندي بيضتين 2 و3 معالق كاكاو خام اللي هو المر، علشان يا جماعه اللي يحب طبعا ايه يزين يخلي نص شوكولاته ونص ابيض، لكن طبعا ايه اللي حبه ابيض خالص هو حر. تمام. دي المكونات كلها. هروح اجيب بوله وابتدي افضي فيها. اول حاجه هفضي مجين الزبده ومج السكر البودر علشان ابتدي اضربهم بمضرب البيض. زي ما انتم شايفين كده انا ضفت هنا الزبده وعليها السكر البودر. ويا جماعه الزبده لازم تكون بدرجه حراره المطبخ علشان اعرف اضربها وتبقى معايا هشه وخفيفه، ما تبقاش متجمده ولا مبيته. يعني انا مطلعاها من التلاجة من بالليل عشان اشتغل بيها او قبلها بساعتين. تمام. هبتدي بقى اضربها بالمضرب البيض. زي ما انتم شايفين انضرب معايا بقى. بصوا تحسوا لون الزبده فتح وبقت هشه كده والسكر اختفى خالص، داب خالص معايا. بعد كده هضيف البيضتين. تمام. وهحط نص كيس الفانيليا، واللي حابب يحط كله ماشي بس ده خام، فعلشان ايه ما تبقاش الريحه بتاعتها طاغيه قوي فيها. اهو ده كده نصه كويس قوي. هضرب بقى تاني بمضرب البيض لحد ما يختفي البيض ده معايا. كده خلاص البيض اختفى وانضرب كويس قوي. تنيت نضرب بالمضرب حوالي دقيقتين. هبتدي بقى اضيف الدقيق. كده خلاص مش محتاجه المضرب. شويه شويه واقلب بايدي كده الم العجينه لحد ما اخلص كميه الدقيق كلها ال4 مجات. شايفين كده انا لميت بس خلطت بقى الدقيق بالزبده معايا بالسكر. بصوا علشان ما يبقالوش اي اثر، يا دوبك لميت كده ما بتنيش اعجن، يا دوبك بلم بس. شايفين العجينه ملزقه معايا اهي في ايديا. دي كده 10/10. ما حدش يقول محتاجه دقيق، مش محتاجه دقيق خالص. دي 10 دقايق بالظبط مش هتلاقوا التلزيقه دي. هاخد قطعه في قلب طبق اهو، الطبق اللي كان فيه الدقيق، وهضيف عليهم ال3 معالق الكاكاو، ومش هضيف اي حاجه تانية، وهخلطهم كويس واوريها لكم. ده شكل عجينه البيتي فور بعد ما خلاص خلطتها بالكاكاو. كده جاهزه معايا. ويا جماعه مش ناشفه ولا اي حاجه، جميله جدا معايا وفيها تلزيقه خفيفه اهي. مش محتاجه ان اضيف لها نص معلقه زبده ولا حاجه عشان اطريها بدل الكاكاو. كده تمام قوي. هروح اجيب صاج او صينيه اللي هنشتغل فيه من غير ما ندهنها لا سمنه لا زيت لا اي حاجه، زي ما هي كده ناشفه ما بندهنهاش اي حاجه. واجيب كيس الحلواني واوريكم الفورمه اللي هنشتغل بيها. شايفين ما عداش 10 دقايق. شايفين العجين خلاص والله يا جماعه ما ضفنا ولا رشه دقيق. عامله ازاي معايا؟ تعالى التانيه اللي هي الكاكاو اللي بالشوكولاته اهي مع التلزيقه راحت لوحدها. زي ما انتم شايفين ده الكيس اللي هشتغل بيه الحلواني، ودي الفورمه اللي هشتغل بيها، ودي فورمه الورده الكبيره. هحط دي الاول كده واحط حته عجينه ونبتدي نشتغل. الصاج قدامكم اهو مش مدهون اي حاجه. شوفوا انا اقدر اعمل وردات. نضغط كده
اهي زي ما انتوا عايزين. الحجم ده بتاعكم بالضغطه بتاعتكم، ان كنتوا عايزينه صغير او كبير دي بالضغطه بتاعتنا ماشي. ونقدر نعمل الشكل ده، اضغط شويه كده بحيث انها تبقى متبططه اهي. واقدر اعمل الشكل التاني ده ما اضغطش عليها، اخليها رفيعه زي ما هي واطلع بس بسنه فوق كده. نفس الاشكال اللي عملتها دي ابيض هعملها برضو اللي هي بالشوكولاته اللي بالكاكاو، علشان خاطر تبقى واحده من اللون ده وواحده من اللون ده. هخلص الكميه كلها واوريها لكم. شايفين ده الشكل النهائي بعد ما طلع من الفرن اهو. يا دوبك لون معايا القعر بتاعه اهو والوش اهو، يا دوبك لون معايا. شايفين الحجم زاد حاجات بسيطه قوي اهي، حتى لو احمر شويه كده. وردي الفاتح ده جميل قوي برضو معانا، تحفه. هسيبه بقى لما يبرد خالص واروح اعمل الشوكولاته واجي عشان ابتدي احشي. شوفوا على ما البيديفور يبرد خالص، انا عندي هنا ربع شوكولاته خام وههدي عليه النار خالص واحط تلت مج زيت ذره. ليه مش سمنه؟ لان السمنه بتجمد بسرعه، لكن زيت الذره هيجمد برده بس هيديني لمعه ويديني فرصه ان انا اعرف احشي. على النار هاديه خالص زي ما انتم شايفين او على حمام ميه، وهتن اقلب لحد ما تسيح من غير ما تغلي معايا عشان ما تخرصش. شايفين كده الشوكولاته ساحت معايا اهي من غير ما تغلي. شايفين القوام بتاعها تقيل خالص ازاي. ممكن يا جماعه نحط يوصل معايا ان احنا نحط نص مج زيت ذره. طبعا لو الشوكولاته جيده معايا وحلوه ما بتيجي تسيح بتبقى تقيله قوي، فبضطر احط شويه كمان زيت ذره. هي كده معايا 10 على 10. هسيبها تهدى خالص وابتدي احشي بيها. بعد ما عملنا الشوكولاته وبردت، هنا عندي اول حاجه هزين بيها ده فورماسيل دواير، وده فورماسيل شوكولاته، وده فورماسيل الوان، ودي جوز هند، وهنا عندي شويه مكسرات لوز وبندق وعين جمل حطيتهم في كيس ودقيتهم كده نص دقه. وعندي هنا مربى فراوله، واللي يحب اي نوع مربى تاني عادي يستخدمه براحته. وكمان عندي للتزيين شويه كريز بس مقطعه الواحده نصين عشان ما تبقاش كبيره قوي. شوفوا كده انا لو هبتدي اهي هجيب واحده احط مربى حبه حلوين كده قدامها واحده مش شوكولاته كده، وهضغط. انا عايزه المربى تنزلي من الجوانب كده، هشيل زيادات خفيفه كده بالمعلقه وكده، واقوم جايه مغطساها في جوز الهند زي ما انتم شايفين كده اهي. دي كده خلاص اتعملت معايا. هجيب واحده تانية زي ما انتم شايفين. يعني التزيين ده بتاعكم انتوا، بذوقكم انتوا وبراحتكم. هعملها دي 2 ابيض وهضغط كده عشان ده لما يطلع اعرف اغطسه في في الفورماسيل اهو. زي ما انتم شايفين الشكل كده تحفه، بيبقى جميل قوي. طبعا هعمل برضو بالمكسرات وكده. هجيب بقى حشو شوكولاته زي ما انتم شايفين الشوكولاته معايا اهي نص ونص كده اهي. بصوا مقوم جايه مغطساها كده. الشكل ده بيبقى جميل قوي تمام. واحطها برضو لحد ما تجمد معايا. هجيب شكل تاني اهو 2 بيض وبرضو هحشيها شوكولاته كده زي ما انتم شايفين، وهغطسها كده. وهجيب المكسرات احط طبقه كده عليها اهي واركنها. هتاني بالشكل ده بقى ازين بالاشكال اللي انا عايزاها. هعمل كميه واوريكم شكلها ازاي في النهايه. كده زي ما انتم شايفين انا كده خلصت التزيين اهو. عملت اشكال اهو، وحشينا بالشوكولاته وحشينا بالمربى وبالمكسرات. شايفين اللي احنا حشيناه بقى بالمربى ده طريقه التخزين بتاعته ايه؟ بحطه في علبه يا جماعه، يا اما احط برده كيسه في قلب صينيه او في علبه مش محتاجاها وارص فيها، وبعد كده اقفل الكيسه واسيبه. لو الجو حر احطه في التلاجة، الجو مش حر اخليه بره مش هيجرى له اي حاجه. بيتنوا عندي مقرمش وجميل وتحفه. بس لو انا حطيته في التلاجة قبل ما اقدمه لاي ضيف، لان طبعا هو ناعم معايا وبيدوب دوب، طبعا التلاجة بتجمده شويه، اطلعه قبل ما اقدمه بحوالي 10 دقايق احطه في طبق التقديم علشان خاطر احطه للضيف يجي ياكله يلاقيه بيدوب معاه وتحفه كده. تمام قوي. انا خلصت الكميه كلها. هبتدي بقى احطها في طبق التقديم واوريها لكم. وبعد كده اعبي كل الكميه ديت. هحط برده كيس في صينيه علشان الكميه دي مش هتيجي عندي في علبه. وبعد كده اربطه واخليه محفوظ عندي بقى لحين الاستخدام.
شايفين ده الشكل النهائي في طبق التقديم، ما شاء الله حقيقي تحفة يا جماعة، بيدوب دوب معانا جميل جدا. طريقة المقادير دي ثابتة زي ما انتوا شفتوه، ما زادش حاجة قل حاجة، بسيطة جدا وخفيف خالص معايا وهش وطعمه تحفة وناعم جميل جدا وطريقة لذيذة جدا. يا ريت تجربوها بنفس المقادير مظبوطه، نفس مقادير السنه اللي فاتت اللي عملتها بيها تحفه. هنا حشيت لكم وحطيت لكم بالمربى او بالشوكولاته، وزينت بالفورماسيل انواع مختلفه منه، وجوز هند ومكسرات، وبالف هنا وشفا على قلبكم. كان معاكم مطبخ فلفله في احلى واظبط مقادير لعمايل البيدي فور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.